السلام عليكم، سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا يا رب. هل فرحة العيد اختلفت من زمان عن الأيام دلوقتي؟ ولو أنت عندك 30 سنة أو أكتر أو أقل شوية، فاكر زمان كنت بتحتفل إزاي بالعيد؟ وفرحتك دلوقتي اختلفت ولا لأ؟ ما تيجوا نشوف. يلا بينا. طبعا حماية العيد دي كانت شيء مقدس عندنا واحنا صغيرين. لازم حماية العيد تبقى أطول وفيها صابون أكتر، ما تفهمش ليه، اللي هو نظافة إكسترا. هو ده عيد لحمه مش عيد كحك. وعلى ذكر اللحمه والاضحيه، اول مره كان والدي يجيب فيها خروف يربيه فوق السطح، الكلام ده وانا صغير جدا. جه وقت الذبيح وشفت الخروف وهو بيتذبح، انهارت من العياط. فستي شافتني: ايه يا ابني، ابوك ضربك ولا ايه؟ اللي هو بيني وبين نفسي يا ريته ضربني وما قتلش الخروف. لكن موضوع كحك العيد ده كان طقس جميل جدا. كلنا كنا بنتجمع، انا كنت في بيت عيله، وستات البيت كله بقى يبتدوا نقش في الكحك، ونروح انا وولاد عمي وولاد عمتي نودي الصبان الفرن. كانت طقوس جميله حقيقي. فرحة لبس العيد، الأطفال بتنام وهي لابساه يعني. طبعا صلاة العيد بقى، يعني صحونا الصبح عشان نروح معاهم صلاة العيد. يا سلام بقى لو راحت علينا نومة بقى ونصحى تاني يوم الصبح ونعيط وازاي ما خدتوناش معانا والكلام ده. تقريبا كان أول صلاة ليا عيد، يعني كنت شاب لسه صغير، وأبويا وأخواتي نزلوا وما خدونيش معاهم، وأنا صحيت قعدت أعيط بقى لأمي وعاوز أروح أصلي صلاة العيد. فنزلت وقمت لابس بقى الترنج الجديد وقمت رايح الجامع. هما كانوا خلصوا وقاعدين بيخطبوا، وأنا داخل بقى كده وقمت قاعد وقعدت سمعت الخطبه عادي وخلاص، الخطبه خلصت وقمت مشيت. فين الصلاه بقى مع الناس كلها وانا داخل بقى، اللي هو قاموا باصين كده: انت في ايه يا ابني، انت جاي تعمل ايه دلوقتي؟ عيديات زمان بقى وما ادراك ما عيديات زمان. يعني انا حضرت العيديه ربع جنيه ونص جنيه وجنيه و5 جنيه، وبعد كده 10 50. وطبعا على ايامي كان الغني قوي كان بيدي 5 جنيه. ال 5 جنيه بقى كنت تنزل تنغنغ نفسك بيها. كان طقوس كده اول ما بناخد العيديه ونبتدي بقى ايه بدايه الخروجه دي كانت بدايتها الساعه 7 الصبح. لكن تتخيل يعني كنا بنبتدي خروج الساعه 7 الصبح. كنت انا في بيت عيله وولاد عمي وولاد عمتي، ونبتدي بقى الخروج. اول حاجه طبعا لازم بال5 جنيه لازم نروح ناكل. اول حاجه الفخفخينه، نتمشى شويه في الشارع. كان في كيكه كده بتتباع كانت بنص جنيه، ده كانت حاجه غاليه جدا يعني، ما كناش بنجيبها غير في الاعياد. ربع جنيه بقى كان بيجيب ايه الربع جنيه؟ ببريزه لب، ببريزه سوداني، وبشلم ملبس. الربع جنيه كان بيجيب الحاجات دي كلها. كيمو كونو دوت برده كان من الحاجات الاساسيه في العيد. العاب زمان بقى، يعني المراجيح، كان في ساحه كده لازم يبقى فيها مراجيح. مراجيح ما بقتش زي زمان. يعني كان زمان على طول في الاحياء الشعبيه لازم تلاقي المراجيح دي اساسيه. دلوقتي الاجيال اللي طالعه يعني موضوع المراجيح ده بالنسبه لها شيء عادي. لعبه البلي دي كنت فاشل فيها جدا، يعني كنت دايما انزل بالبلي اخسره واطلع معايا لامي. المسدس الساقية ده اللي كانت بتركب له الطلق وتقعد تضرب بيه، ده كان اختراع بالنسبه لنا، يعني كنا بنحبه جدا. نزل بعده بقى كان احدث صيحه كان مسدس الخرز. طبعا البومب والصواريخ ده كان شيء اساسي في العيد، يعني العيد ورمضان طبعا. اللعبه بتاعت النشان ديت عمر ما حد كان بيكسب فيها. طبعا دي ازياء زمان كانت لطيفه كده وخفيفه، والله كانت جميله كده ورقيقه. اغنيه رسميه للعيد، يعني العيد فرحه بتاعت الفنانه صفاء ابو السعود. طبعا اغنيه ام كلثوم يا ليله العيد. لما كبرنا بقى حسينا طعمها اكتر. شايفين يعني بقى العيد زمان كان فيه روح شويه ازاي عن دلوقتي. الاجيال دلوقتي فرحه العيد بالنسبه لها مختلفه شويه، ان هم يقضوا في البلاي ستيشن، ان هم يقضوا اول يوم نوم. واعتقد الاجيال الجديده دلوقتي فاتها فرحه العيد بتاعت زمان ديت وحلاوته والروح اللي كانت فيه. الاجيال بقى اللي حضرت فرحه زمان ديت يا ريت تكتبوا لي في الكومنت كنتوا بتعملوا ايه في العيد. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعل ايامكم كلها عيد وفرحه. كنت معاكم مصطفى سعد، ولو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير، والسلام عليكم.